السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم مغيلين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا حبايبي بنية فك كربي وتفريج همي ورزقي بإذن الله عشان خاطر عيالي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا طلعت الصبح رحت اشتريت فطار لعيالي واشتريت لهم عيش وكده لأني كان ورايا مشوار النهاردة و... ويا رب إن شاء الله خير يا رب. فطلعت قلت ايه اشتري لهم شوية بطاطس اعمل لهم للفطار واعمل لهم للغدا يعني بالمرة عشان ممكن اتأخر وكده. اسفة يا حبايبي. فايه قلت اعمل لهم بالمرة ايه للفطار والغدا ان شاء الله علشان ما يقعدوش جعانين ويستنوني. أنا عايزاكم بس تصلوا على النبي بنية فك كربي بحق الأيام المفترجة اللي احنا فيها. بالله عليكم تدعوا لي ربنا يفرج همي ويفك كربي بإذن الله يا رب يا رب يا رب، ويفرجها عليا عشان خاطر الأطفال الصغيرين دول بس. أنا مش طالبة غير إن ربنا يكرمني ويفرجها عليا ويرزقني عشان خاطر الأطفال الصغيرين دي بس. وأنا متشكرة ليكم خالص على دعواتكم الحلوة ليا، ويا رب يتقبلها منكم يا رب بإذن الله يا رب العالمين. أنا بس كنت عايزة أتكلم معاكم في حاجة يعني مضايقاني وبتخليني متضايقة وبتزعلني. لما ولادي بيجوا يحكوها لي بيقولوا لي يا ماما احنا ما يعني بنبقى في المدرسة العيال يعني مش عارفة. يعني هو دلوقتي اللي على كد حاله ده الناس تتريق عليه ولا الناس تبص له بصة وحشة أو إنه هو أقل منهم يعني. آه، الحاجات دي بتضايقني خالص. مثلا لما يكون عيل جايب حاجة أحسن من التاني يقعد يغيظوا بيها أو يعايروا إن هو ما معهوش والحاجات دي كلها مش عارفة والله. يعني أنا الأهالي الأب والأم يا ريت يا ريت يعلموا عيالهم ما يتنمروش على أصحابهم لو معاهم حاجة أحسن. ما يحسسوش زمايلهم إن هم أقل منهم. يعني كل واحد وظروفه. لو مثلا الطفل ده أبوه وأمه معاه وظروفهم مرتاحة، غيره أمه هي اللي بتسعى وبتشجع عليه زي فيا دوب يا دوب بتقضي حاجة ولادها. يعني مش بتبقى في مجال للرفاهيات خالص. معلش أنا آسفة يا حبايبي على منظر الطاسة بس علشان أنا محدش يتكلم ولا يعلق عليها وعلى شكلها. أنا نظيفة والله نظيفة وبخلي حاجتي زي الفل. بس هي الطاسة اللي شكلها كده يعني. وأنا إن شاء الله بإذن الله عشمانة في ربنا يكرمني. أنا نفسي يبقى عندي طقم حلل حلو كده. نفسي ربنا يكرمني وأعمل لولادي أكل فيه وأشكل لهم أكل فيه. لأني أنا ما عنديش غير الحلة اللي انتوا بتشوفوها اللي أنا بعمل فيها وبصور بيها على طول، والطاسة دي. والحمد لله نعمة وفضل الحمد لله يا رب. ربنا يكرمني ويرزقني بإذن الله عشان خاطر ولادي. ساعات ولادي بييجوا يقولوا لي يا ماما نفسنا تعملي لنا شوية رز مع شوية طبيخ. بس أنا فعلا ما عنديش يعني غير حلة واحدة، فما بعرفش يعني إن أنا أعمل إزاي. يعني هحط مثلا الأكل فين عشان أعمل فيها. فادعولي بالله عليكم ربنا يفرجها عليا. أنا نفسي في حاجات كتير، نفسي يعني في حاجات كتير خالص ربنا يكرمني بيها بإذن الله بإذن الله. ده بفضل ربنا وبفضل دعواتكم إن شاء الله. آه، أنا بس اللي بتكلم فيه إن أنا ولادي بيصعبوا عليا لما بييجوا يشكولي من حد من صحابهم في المدرسة، لما يقولوا أنت ما عندكش زي، أنت باباك ما بيجيبلكش زي. طب هما ما يعرفوش ظروفهم يعني. ولادي مش هيحكوا ولا يقولوا لهم أصل أنا ماما هي اللي بتعمل وماما هي اللي بتجيب. يعني يعني أنا ولادي تبقى حالتهم وحشة النفسية إني آه، مش عارفة أوصفها لكم إزاي. بس يعني أنا بقول لهم قولوا لهم إحنا الحمد لله راضيين و... وخلاص يعني علشان ما يبقاش في مجال للكلام. أنا نفسي بحس يعني أنا نفسي لما بطلع وبشتري وبتعامل بحس برضو بتفرقة. يعني مش عارفة والله. يمكن أنا اللي حساسة زيادة عن اللزوم أو الظروف والنفسية اللي أنا فيها مخلياني
حساسة زيادة عن اللزوم. مش عارفة والله، مش عارفة يعني أوصفها ازاي ولا أحسبها ازاي. بس أنا يعني اللي أقدر أقوله إن أنا الوقت الحالي نفسيتي مش مظبوطة. يعني أنا ممكن أكون قاعدة مع أولادي وبحكي معاهم وبتكلم معاهم، أجي مرة واحدة أسكت كده ويلاقوني دموعي نازلة وببكي. ابني الكبير يقول لي يا ماما مالك، ما انت كنت لسه بتتكلمي معانا وما فيش حاجة. بس أنا فعلا والله أنا حاسة إن أنا نفسيتي بقيت مضطربة. عمالة أفكر في اللي جاي، وعمالة أفكر في إيه اللي هيحصل معايا أنا وأولادي وإيه مصيرنا. كل الحاجات دي اللي مر بظروفي أكيد أكيد هيحس بيا وبالكلام اللي أنا بقوله. والله 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 يمين يشهد عليا ربنا فيه إن أنا أكون يعني مفيش حاجة خالص وبتكلم عادي ومفيش حاجة مضايقاني. أي مرة واحدة أسكت وأقعد أبكي بدون سبب، والله أقعد أبكي بدون سبب وأحس الدنيا سودت في وشي ويعني بصوا، أنا مش عايزة أتكلم عشان بس ما يعني ما حدش يتضايق مني. بس أنا يعني بفضفض معاكم وبوصف لكم اللي أنا فيه والحالة اللي أنا فيها. ساعات بيصعب عليا أولادي لما بتعصب عليهم بدون سبب، يعني أكون حاجة مضايقاني خالص أو حد مضايقني، ويجي حد من ولادي بيكلمني عادي وأتعصب عليه وأزعقله وألاقيه مشى من قدامي كده، بيصعب عليا خالص لأني بقول بعدها طب هما ملهمش ذنب إن أنا أزعق لهم ولا أتعصب عليهم. هما كفاية اللي هما فيه معايا وكفاية اللي مستحملينه معايا والله. يعني أنا بشوف الأطفال برا ربنا يخليهم لأهاليهم، أهاليهم مش معوزينهم حاجة ومش محويينهم لحاجة، واللي بيطلبوه يعني أنا بشوف قدام عيني لما ببقى بشتري طلب، الطفل بيطلب من أبوه أو أمه أي شيء يعني بيلبهوله وبيجيبوهوله. بس أنا ولادي لأ، ما بعملش معاهم كده لأني أنا ما عنديش حتة الرفاهية، لأن ظروفي مش سامحة. أنا نفسي أجيب لهم الدنيا كلها والله، والله العظيم أنا نفسي أجيب لهم الدنيا كلها وما أحرمهمش من أي حاجة. بس العين بصيرة والإيد قصيرة وأنا لوحدي بيهم، وهم ما شاء الله 5 مش 1 ولا 2 مثلا. علشان أقول الموضوع خفيف لأ، فأنا غصب عني إن أنا ما بقدرش ألبي لهم أي طلب، وبزعل لما بلاقيهم نفسهم في الطلب ده وبيسكتوا وبيكتموا جواهم إن أنا يعني ما معيش، هيطلبوا مني إزاي تاني؟ طيب ما معيش. وانا يا جماعة برضو انا برضو مش معتمدة على القناة كامل. انا يعني تعبت ولفيت من ساعة ما جيت البلد دي، وانا كنت بلف على مصانع وادور على شغل، بس للأسف البلد الشغل فيها واقف زي ما انتوا عارفين، واللي مسك في شغلانة خلاص ما فيش فلوس عشان يبقى في ناس شغالة وفي عمالة محتاجينها. ويعني لجأت برضو ان انا اعمل تجهيز خضار في البيت، ودي بتبقى بسيطة خالص خالص على ما يجيلي حد، لاني زي ما قلت لكم ما عنديش مواعين، ما عنديش امكانيات ان انا ممكن اشتغل في اكتر من كده. فالناس برضو اللي بيجيب لي حاجة اجهزها له بيبقى شفقة منه، يعني بيشفق على حالي وحال عيالي، فبيقول يعني بيعتبروها ان هم بيعملوا حاجة لله، لكن هم اكيد مش محتاجين يعني شوية التجهيز اللي انا بعملهم، لان زي ما عنديش امكانيات، ما عنديش مواعين اجهز فيها، ما عنديش حلل، ما عنديش حاجات كتير. فانا مش ساكتة والله برضو، بس انا برضو معايا اطفال صغيرين متخيلين 3 سنين و4 سنين. يعني سن صغير خالص، ما اقدرش اسيبهم لوحدهم، وما حدش هيرضى اذا رحت شغل، ما حدش هيرضى يخليني اخدهم معايا. فانا شغل في الوقت الحالي صعب، وده غير اني انا يعني الشغل اللي كنت بعمله قبل كده كنت برضو برجع تعبانة خالص، لان الصحة ما بقتش يعني زي الاول. انا اتهديت فعلا يا جماعة والله، انا تعبت، الهم هدني، الحزن هدني. يعني ما بقيش خلاص فيا حتى ان انا والله يعني ان انا حتى اقدر اراعي عيالي، بس لازم غصب عني ان انا لازم اراعيهم وابقى يعني على الاقل متابعاهم، ما ينفعش اسيبهم كده. لكن انا لو على اللي انا فيه ده انا يعني لا حول لي ولا قوة.
فأنا عايزاكم بس ترأفوا بحالتي وتدعولي، بالله عليكم تدعولي إن شاء الله لعل أقرب منكم حد مني إلى الله، وربنا يتقبل منه دعوته ليا ولولادي، والله المستعان.